المراقبين في الانتخابات السابقة استخدموا المال لشراء الأصوات، ما سيؤثر سلبا إذا تكرر على نزاهة الانتخابات الحالية والعزوف عن المشاركة فيها. لعل من أصعب التحديات التي تواجه الانتخابات البرلمانية المغربية المقررة في 25 من نوفمبر الجاري هو احتمال لجوء بعض المرشحين لاستعمال المال السياسي لشراء الأصوات. مراقبون وسياسيون مغاربة أعربوا عن تخوفهم من تأثير استخدام المال السياسي على نزاهة الانتخابات، ما قد يؤدي إلى عزوف المغاربة عن المشاركة في الاقتراع، ودعوا إلى ضرورة وضع حد لهذا السلوك. وكانت هناك اتهامات بأن المحطات الانتخابية السابقة في المغرب شابتها عمليات شراء الأصوات من قبل المرشحين ذوي رؤوس الأموال الكبيرة عبر من يوصفون بسماسرة الانتخابات. وفي محاولة منها لمحاربة هذه الظاهرة، شددت الحكومة المغربية من جهتها على ضبط ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية عبر سن إجراءات وقوانين تعزز شفافية التدبير المالي للأحزاب السياسية. وحددت وزارة الداخلية السقف المالي للصرف الانتخابي ب 350 ألف درهم مغربي، أي ما يعادل نحو 39 ألف يورو لكل مترشح أو مترشحة أثناء حملتهم الانتخابية، لا يمكن تجاوزه بدل 250 ألف درهم في التشريعات السابقة. كما أصبحت هناك إلزامية لتقديم الفواتير وكشف النفقات. ودعا وزير الداخلية الطيب الشرقاوي سابقا كافة المترشحين إلى التقيد بسقف المصاريف المحدد وبوضع بيانات مفصلة لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، إضافة إلى جرد بالمبالغ المصروفة مع إرفاقها بالوثائق، وذلك استنادا إلى أحكام في القانون التنظيمي لمجلس النواب. حسين الطود، العرب.